السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات حكيمة الغازي. اليوم غادي نشارك معكم اروع شباكية، لا في الشكل ولا في المذاق، ناجحة مليون في المية، جديدة وهشيشة وشاربة العسل ومعلكة كذلك ومبسطة جدا خصوصا للمبتدئات. يعني هاد الشباكية اقتصادية وسهلة جدا باش الكل يحضر الشباكية في المنزل ديالو. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في الوصفة ديالنا الكيلو غرام من الدقيق، يعني يكون مغربل مزيان باش العجينة ديالنا ما تقطعش معانا. غادي نحتاجو ملعقتين من اليانسون اولا النافع وحبة حلاوة، يعني معلقة. وغادي نحتاجو معلقة من القرفة، يعني الكل يكون مطحون جيدا ومغربل باش العجينه ديالنا ما تقطعش معانا. وغادي نحتاجو ملعقتين مملوءتين جيدا من الزنجلان او لا اللوز، يعني اختياريين ماشي ضروريين اننا نخدمهم في الوصفه. بالنسبه للمبتدئات يمكن لك تخدمي فقط اللوز، يعني 2 معالق ديال اللوز او 2 معالق ديال الزنجلان. يمكن لك تستغني عنهم كليا، يعني يمكن لك تخدمي فقط حبه حلاوه والنافع راه قاضيه للغرض بوحدهم. وغادي تخلطي المكونات جيدا تيتجانسوا كليا. غادي تضيفي لهم راس معلقه من الملح، وغادي تضيفي كاس مملوء جيدا من الزبده المذابه. راه عندها واحد الدور كبير في الشباكيه ديالنا، يعني كتخليها هشيشه وزوينه بزاف ورطبه، يعني ما كتقساحش معانا. غادي نحاولوا اننا نخلطوا جميع المكونات باش نحصلوا على القوام المطلوب. فراه هاد الوصفه اقتصاديه للمبتدئات، راه كنقولها وكنعاودها. يمكن لك تستغني على جميع المكونات، غادي تخدمي فقط النافع وحبه حلاوه راهم قاضيه للغرض، غتنجح معاك وغادي تعملي واحد الشباكيه زوينه بزاف. وكتضيفي كذلك كاس من الزيت، يعني حتى هو راه عنده واحد الدور كبير في الشباكيه ديالنا. غادي ناخذ واحد البول اولا واحد الكاسرونه، غنضيفوا ليها ربع كاس من الخل، يعني كيخلي الشباكيه ديالنا هشيشه ولذيذه ومجعبه، يعني زوينه بزاف. ضيفوه راه كيضيف واحد اللمسه في الشباكيه ديالنا. غنضيفو في واحد البول، وغادي نضيفو كيس زهرة البرتقال، يعني غادي نستغناو كليا على ماء الزهر. يعني البديل ديال ماء الزهر في هذه الوصفه ديالنا اولا في هذه الشباكيه ديالنا هو كيس زهرة البرتقال. وغادي نضيفو واحد شويه من الملون الغذائي، يمكن لك تخدمي في بلاصتو ضامه الزعفران اولا الخرقوم البلدي اولا الزعفران شعره. اي واحد فيهم متكون عندك يمكن لك تضيفيه، حيت كيعطي واحد اللون زوين للشباكيه ديالنا كيعطيها واحد المنظر زوين بزاف. وغادي نضيفوا واحد الكاس ديال الماء للوصفه ديالنا، وغنحطوا على البوطه حتى يسخن معنا الخليط، يعني ما يكونش في مرحله الغليان، يعني يكون خليط فاتر، يعني ماء فاتر باش نخلطوا به العجينه ديالنا. غادي نضيفوا الصفار ديال البيض. العجينه ديالنا حتى هي راه ماشي ضروريه، يمكن لانكم تستغناو عليها كليا. غادي ناخذوا الصفار ديال البيض وراس ملعقه من خميره الخبز، يعني اللي يديهم ثقيله في العجينه ما يضيفوش الخميره ديال الخبز، يمكن لهم فقط يضيفوا البيكين باودر او لا خميره الحلويات راس ملعقه، حيت غادي تخمر معاهم مزيان وغادي تجيهم فيها الريحه ديال الخميره مجهده. يعني من الاحسن انكم الا كنتو تقال فيها ما تضيفوش الخميره ديال الخبز، وغادي تحاولوا انكم تعجنوا الخليط ديالكم تتحصلوا على القوام المطلوب.
غادي ندير لكم العجينه ديالنا تنحصلوا على القوام المطلوب. يعني ضروري العجينه ديالنا ما تكونش جاريه، تكون قاصحه واحد شويه باش تجينا واحد العجينه اللي مجعبه وزوينه بزاف ويعني تصدق معنا الشباكيه من الاستعمال الاول. هاد الشباكيه راه للمبتدئات، سهله اقتصاديه وغادي تنجح معاك من الاستعمال الاول. من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا القطع، غادي نحاولوا اننا نشكلوا العجينه ديالنا على شكل ظرف، يعني على شكل مربعات، باش العجينه ديالنا تجينا مجعبه وزوينه بزاف. يعني غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير، راها واضحه في الفيديو ومبسطه بالنسبه للمبتدئات اللي يلا غادي يجربوا الشباكيه واللي اول مره غادي يجربوها. بالنسبه لهاد الشباكيه اللي خدمت معكم راه ما فيهاش ماء الزهر، ما فيهاش كثره المكونات، يعني اقتصاديه للمبتدئات وسهله، يعني ما فيهاش كثر تعقيدات وداكشي. يعني جربوها راه ما غاديش تندموا. وشكرا بزاف، كنشكركم على التتبع ديالكم. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ودعموني بلي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش العائله ديالنا تكبر. شكرا بزاف.